السلام عليكم. فيديو جديد من الفيديوز بتاعتنا. النهارده هشير معاكم شويه حاجات كده خاصه بالبي تو بي سيلز. يمكن الشهر ده تحديدا مضينا مع شركتين ابتدينا عمليه البيع معاهم من سنه كامله. طيب ايه اللي حصل في خلال الفتره دي؟ اللي حصل ببساطه اللي احنا الاول بنتعرف، بروبوزال، ميتنج، بفهم هم عايزين ايه، اللي احنا بنقدمه متماشي معاهم ولا لا. بس حته بقى اتخاذ القرار وحته ان انا اخد نفس الخدمه اللي كان هو طالبها اللي انا عارضها ممكن تختلف، بس في الاخر بيبقى فيه اتفاق او بيبقى فيه ديل بيتم. طيب ففي شويه تيبس كده بسيطه يمكن الناس اللي في البيع خصوصا في البي تو بي ممكن تاثر معاهم. اول حاجه يعني انت لازم تفهم اللي قصادك. يعني انا ساعات بلاقي ان بعض الشركات بيروح راصص الحاجات اللي عنده. اول حاجه لازم تفهم العميل بتاعك هو عايز ايه، تذاكره وتذاكر الاندستري بتاعته. يمكن حتى عندنا لما بناخد ريكوست هايرنج، اول حاجه بنعملها احنا بنذاكر الكلاينت كاننا شغالين عنده بالظبط. كذلك في السيلز اول حاجه لازم اللي انت تذاكر العميل، الصناعه بتاعته، عشان تبدا تفهم هو ايه متطلباته. طيب تاني حاجة بتلاقي ان معظم الاحوال ان اللي بيعمل كونتاكت معاك سواء بقى بيسأل على التفاصيل، عايز عرض، ايا كان، ممكن ما يبقاش هو الديسيشن ميكر. فحاول على قد ما تقدر اللي انت توصل للديسيشن ميكر او صانع قرار، لان هو ده اللي عنده الاوردر بيتم او لا بيفضل لسه العرض في الدرج. يعني وانا معاكم دلوقتي مثلا احنا عندنا عرض مع شركه بقاله 5 شهور لسه الديسيشن ميكر ما خدش فيه قرار. فبالتالي تاني حاجه هتساعدك في عمليه المبيعات اللي انت تعرف مين الشخص اللي هيوافق على العرض وهيتيك الديسيشن. طيب تالت حاجة اللي انت لازم تبني نتورك قوية، لازم تبني شبكة علاقات قوية. ليه؟ لان انت لو عملت بيع مع شركة انت اكيد عايز تبيع لشركة واثنين وثلاثة. طيب قوة النتورك بتاعتك هي اللي بتحدد لك. يعني امبارح كنت قاعد في ميتنج، انا نفسي الحد اللي قاعد معايا قال لي احنا في شركتنا قالوا روحوا اتعاملوا مع فلان لان غيرنا اتعامل معاه وشاف السيرفيس بتاعته. فاللي انت تبني شبكة علاقات هتلاقي حد بيفتح لك شغل بيفتح لك شغل بيفتح لك شغل. طيب نيجي بقى رابع حاجه اللي انت تبدا تعرض الخصائص بتاعتك، وانت ليه افضل واحد في مجالك، ليه افضل حد في بيع المنتج دي او الخدمه دي. انما مش اول حاجه. اول حاجه احنا قلنا لو نفتكر مع بعض ان احنا نذاكر العميل ونفهمه. طيب احنا هنا رابع حاجه تبدا بقى تعرض انت بتعمل ايه وايه اللي بيميزك عن غيرك وانت هتحل المشاكل اللي عند العميل ازاي. طيب خامس حاجه، بعض الناس بيبيع ويجري. يعني عمل البيعة ما بيتابعش تاني مع العملة. أنا معايا عميل بتابع معاه بقالي 8 سنين. فكل ما يبقى عندك اوفر، كل ما يبقى عندك برودكت جديد، سيرفيس جديده وماتشنج مع احتياجاته اللي احنا قلنا عليها في الاول، اعرضها عليه. يعني ما تبيعش بغرض البيع وتبص تحت رجليك انا عندي تارجت شهر ده، عندي تارجت الكوارتر ده، وتنسى اللي انت في اون جون بروسيس طول عمرك طول ما انت شغال. فحته اللي انت تفولو اب مع العميل وتبين له قد ايه الاوفرز الجديده بتاعتك مناسبه ليه، احنا عملنا ابديت على سيرفيس معينه، احنا في برودكت ممكن يخدمك، هو افضل حد اصلا هيسمع لك لان هو جرب معاك قبل كده. طيب رابط سريعا كده. اول تip اللي انت محتاج تفهم العميل بتاعك واحتياجاته. تاني حاجه لازم توصل للديسيشن ميكر. تالت حاجه بيلد النتورك بتاعتك وابني كوميونتي خاصه بيك. رابع حاجه ابدا بقى اتكلم عن منتجك وانت بتتميز في ايه. واخر حاجه كيب فولوينج مع العميل والعروض اللي انت بتنزلها. اي بليف ان الحاجات دي خدمتني ممكن تخدمك، وممكن كمان هتلاقي ناس حابه تضيف علينا. بس يعني ما تسقطش عميل ولا ان هو ما خدش ديسيشن، وافضل تابع معاه شهر 2 3 4 سنه. هتلاقي نفسك اللي انت بعد كده عمليه المبيعات بتفتح لك من نفسها. اشوفكم على خير.